التلميذة زينب بن زيان من ولاية ميلا على أعلى معدل في شهادة تعليم المتوسط بمعدل يقارب 19. ابقى معنا أستاذ. 19.83 وبالمرتبة الأولى وطنيا في شهادة تعليم المتوسط. كلل عمل التلميذة زينات بن زيان من متوسطة شنيمبا حسين بولاية ميلا بعد سنة من العمل الدؤوب ومنذ الابتداء، لكن الناجحة تقر بالمفاجأة. تحصلت على معدلات ممتازة خلال مشواري الدراسي سواء في الطور الابتدائي أو المتوسط، لكني لم أحصل على معدل مماثل هذا بفاصلة 19 83 و19 بعد. النتيجة الباهرة هذه اللي تحصلت عليها زينات كنا ما ننتظروش فيها بالنسبة بالمعدل هذا المرتفع شوية. كنا البارح حنا نديروا تكهنات حنا في الأسرة، كنا ننتظروا فيها تحصل حوالي 19.05 19.83 جاء كان معدل مرتفع اللي فرحنا بزاف. لأول مرة تتربع ولاية ميلا ولاية الوطن بهذا المستوى التعليمي، نتيجة دفعت المسؤول الأول بالقطاع للتوجه إلى مسكن المعنية لمشاركة العائلة فرحتها. نعتبر اليوم حضوري في هذا البيت أنني في منارة من منارات العلم في الجزائر، أهنئها وأسرتها وأهنئ نفسي وكل سكان ولاية ميلا على هذا الإنجاز العظيم. لم تنخفض علامة واحدة من كشف نقاطها عن 18، وحققت العلامة الكاملة بمادتي الرياضيات والعلوم الفيزيائية والتكنولوجيا، لتكشف مستوى الجهد والإرادة التي أثمرت وبنجاح عن نجاح زينات بن زيان. وأسعد باستضافة الآن الأستاذ رابح طبال، وهو والد التلميذة ذهبية طبال، مفتش تربية سابق ونائب رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ. أستاذي أهلا بك، صح عيدك وألف مبروك على الابنة ديالك. بارك الله فيك. في البداية أقول أهني الشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأهني الأمة الإسلامية بأكملها، وأهني أبنائنا التلاميذ المتحصلين على شهادة التعليم المتوسط، وأنصح الذين لم يشرفون الحظ في النجاح أن يعملوا في العام المقبل إن شاء الله يتحصلون على هذه الشهادة وبجدارة إن شاء الله. أستاذ، تحدثنا قبل قليل مع الابنة والتلميذة الناجحة ذهبية طبال عن سر نجاحها هي كتلميذة حتى حققت هذا المعدل الممتاز 17.26. أنت كولي تلميذة، ما هو سر نجاح يعني الأبناء هكذا؟ لأنه الثمار أنتم من تقطفونها، يعني الوالد يكون سعيد لما يشوف الابن تاعو نجح وتحصل على معدل يعني ممتاز. سر النجاح والخطوات أنتم كأولياء التلاميذ يعني قدمتوها للابنة ديالكم. بارك الله فيك. على كل حال ما كاش سر كبير يعني، وبعيد كيفاش نقولوا الحصول عليه. هذا السر هو المتابعة اليومية للتلميذ، للطفل، للابن، المتابعة اليومية. لماذا؟ لأن كما نعلم جميعا هناك أشياء تجذب التلميذ. إن لم تكن المرافقة الفعلية من الأولياء التلميذ فلربما ينحرف. احنا ذهبية أولا باش يعني نعلم المشاهد الكريم عندها عامين دافونس كما يقولوا، باسكو سيتي 2004. ما شاء الله. الور أصغر. شحال في عمرها؟ عندها 13. ما شاء الله. وتحصلت على شهادة التعليم المتوسط وبجدارة. ما شاء الله. ومنذ لم تقتنع بهذا المعدل. قالت أنا أستاهل أكثر، ولكن بالمرافقة تاع الأولياء قلنا بلي 17 ما شاء الله يعني امتياز. هي إذا ربما أصغر تلميذة تحصلت على شهادة التعليم المتوسط في الجزائر. نعم سيتي 2004. دخلت المدرسة كمتفرجة ماشي كمتمدرسة، ولكن المدير تاع المدرسة شاف عندها قدرات، دار لها سكون ابيل تخفيض السن واسمه ديروغاسيون داج. ولهذا يعني المعلمين تاع الابتدائي
شافوا فيها نوع من موهبه وشجعوها. والحماس كذلك في الحماس، الدراسة. وعندها واحد موهبه ثاني تاع التنشيط بالميكرو، ما شاء الله. تقلد المنشطين تاع التلفزه. ما شاء الله. تنشط. حتى أنها يعني تابعتكم طوال السنة، كانت تشارك في العديد من النشاطات الثقافية والأدبية، خاصة عندما نتحدث عن قراءة الكتب. تشارك في نشاطات ثقافيه، مثلا بالامازيغيه في يناير، مع ابريل، في المولد النبوي الشريف، كاع النشاطات. وتاثير كذلك الام، هذا في الجانب عندما نتحدث عنك انت كاب، تاثير الام تاعك الذهبيه. حدثينا عن علاقتك مع الوالده يعني. نعم، علاقتي مع الوالدة يعني كانت علاقتي مع صديقتي كي شغل نحكي لها كلش، تساعدني في كل، يعني مثلا عندما تساعدني فيما يخص الدراسة، وأيضا فيما يخص هكذا في البيت. نعم، طوال اليوم في دروسي، بما أنها أستاذة في تمارين والآن نتحدثوا عن طموحات ذهبية. الآن كيف حيكون التوجه تاعك؟ تروحي للتخصص العلمي؟ نعم، لأن أنا يعني أحب كل المواد، لكن أميل إلى الرياضيات. فلهذا السبب اخترت أن أتوجه إلى شعبة العلوم والتكنولوجيا إن شاء الله. وطموحاتك يعني إن شاء الله احنا نستبقوا، مدام أنت أصغر تلميذة وناجحة في شهادة التعليم المتوسط في الجزائر، لأنه أنت من مواليد سنة 2004، يعني طموحاتك المستقبلية وش حابة تكون؟ طبال ذهبية في المستقبل إن شاء الله. يعني أنا عندي الكثير من الطموحات، لكن ربما وزيرة التربية، لما لا؟ إن شاء الله. نعم، يعني عندي الحق أن أحلم كباقي. حبيتي تولي نورية بن غبريط؟ إن شاء الله في المستقبل. إن شاء الله. نعم إن شاء الله. يعني في كل سنة مع بداية السنة الدراسية، الأولياء يعيدون أبنائهم بهدايا إذا تحصلوا على معدلات ممتازة. الوالد ديالك ربما وعدك بهدية، وشنو هي الهدية اللي وعدك بها؟ هي السياحة إلى مناطق يعني مختلفة من الوطن، وربما يوجد هدايا أخرى متخبية، هذه ظاهرية ما عندناش باطنية. أستاذ، يعني مهما كانت الهدية تكون هدية يعني متواضعة أمام ما شاء الله ابنة ناجحة كما ذهبية طبال ولديها طموحات كبيرة. على كل حال أحسن هدية لأهديها لابنتي هي الفرحة تاعي. صحيح. أنا البارح كي اتصلت بيا كنت أرقص. ما شاء الله. هذه يعني هي فخر لك، فخر لكل منطقة، حتى السكان تاع المنطقة تاعنا بعثوا لنا التهاني ما شاء الله، حوالي بالك 200 تهنئة في الفيسبوك ما شاء الله على جالها، يعني كلهم فرحين. لماذا؟ لأن الذهبية تحتك بالمجتمع، تحتك بناس كبار، حتى الناس كبار، وكل الجيران وسكان المنطقة تاعنا يهضروا معها كامرأة كبيرة. قال لك يعني ما شاء الله، ولهذا يحبوها، وكي يحبوها احنا اوتوماتيكمون نفرحوا. وثاني الطموحات تاعها طموحات انسان كبير، يعني يقول لك نولي وزير التربيه. ما شاء الله، يعني هذه قالتها حتى منصب عالي في كل دولة، يعني أنك تصبح وزير، ووزير أي قطاع التربية من أهم القطاعات في كل الأمم. في كل الأمم، لأن ازدهار الأمم تزدهر بالمدرسة. ولهذا هي اختارت وزير التربية، وثاني تأثرت بشخصية نورية بن غبريط. قالت لك لها شخصية كبيرة، ولهذا تريد أن تكون من الشخصيات الكبيرة. ما شاء الله. تفضلي. أيضا قطاع التربية يعني هو أساس كل القطاعات، كما قال نيلسون مانديلا. شغل إذا حبيت تمس الدولة مسها في قطاع التربية، يعني هو القاعدة الأساسية. قطاع جد حساس.
مهم. أستاذ الآن البنت حتدخل مرحلة أخرى في مشوارها الدراسي. الثانوية الآن مرحلة جد هامة كذلك، هي يعني منها تعبر إلى الجامعة. كيف الآن حترافق دهبية؟ لأنه دهبية ليست كباقي التلميذات، لديها سقف طموح كبير جدا، هي لديها قوة كبيرة وحماس لنيل المعدل أكبر. كيف حتكون المرافقة تاعها؟ المرافقة تاعنا على كل حال ذهبية عندها طموحات، يلزم احنا نكونوا في المستوى تاع الطموحات هذه. هذا الوقت حان أن نغير ربما بعض كيفاش نقولوا تصرفات، بعض التصرفات معها يلزم نصرفوا الآن مع دهبية كتلميذة في الثانوية. نعم. لماذا؟ لأن مرحلة المتوسط انتهت، الآن تدخل في الثانوي، ومرحلة جد حساسة. وكانت ربما المدللة يعني عندك. نقول لك ماشي مدللة، يعني بكل صراحة، ما وهي ني با اكزيجونت، ما تطلبش حوايج يعني باش حتى او كونترير ايش كونتونت دو ريان. تقولها باغ اكزومبل، انا نقول لها نشتري لك حاجه تشوف البري باش يعني باش حتى التلاميذ لازم يعرفوا. والله العظيم بكل صراحه نروحوا باش نشتري لها حاجه ونشوف، نقول شوفي هذيك مليحه، تشوف السعر تقول لا لا بابا هذه غاليه علاش يعني. وانا بعد نقولها هذا انا شغلي، هذه خليها علي، هديه من ما همكش، شوف اذا كانت تعجبك، انني با اكزيجونت. ولهذا هي الهم تاعها الوحيد يعني هي الدراسه. دراسه تقول لك شري كتاب شريك، ولكن هذو اللباس وحاجه ثانويه. ولهذا حبيت نتصرفوا معها ثاني في هذا المستوى، بهذا المستوى. لماذا؟ كما شرفتنا لازم نشرفوها. وانا كذلك يعني حبيت لو تتحدث لي بالامازيغيه. اديني بريميرمون زول كي وكادي عندي توالي لوانا زول يكتيني مس بسا ضغني صح العيد نون العيد مكاز باش ناظر اشادني ضاك ويغا ينجح نقا سنيني مبروك في الاول ان شاء الله الفرح دونا رايدو من خامن نون ان شاء الله ماشي تيكل تنقاروث الا قد تصفرح من مولا نون كني مولاني ودني كنقارن نثني ذا مو بالنيو خاطر ما الا فرحه غاد فرحان، ما الا حزن غاد حزنن وذ ورنا ربيح راه سينيغ ماشي كفاره الدونيث مازال يسقاس النظام، مازال الدونيث تمقرانت دغا الا قد خدمن كنقارن نستغل الفرصه يوكن نخدم السياغ الزات غاس نديني تمني غاون افودي قرزن تزمرتي فازن تودر توظيف ان شاء الله اكو يكون ويدان. ما شاء الله ما شاء الله عليك، ربي يحفظك. ما شاء الله. تفضل. بلا ما توغ نشكر غاك دار تجميل تم قرات اوكي ويقاذي يحفظن امادي البريمير امادي سيام يسلمادني وتيسلمادينيو يمي سورتو يسلمادني والبريمير ذنيثني يحفظني سكيلني مزوره كنقارن الحروف مزوره سكيلني مزوره دغاس دار تجميل كيما السار رزقينا ديا مسا بركاني ملكه مسا معمري حسينه تشختي وانت مزيغ مسا جمعة تسعديت تشختي الفرنسي اكو حمادي مسعود ويجي يصغرن دق غرفاز امنزو نخيتو سحمو هذو غير كان مسيس المذن سيام مس اكو مسا نورين مس حمادي رباح مس هملي حياة مس صالحين سعيد اكو مس معنا مبروك سعدية مس طالبي مسعود الناس ظاهرة اكو دردان اكو مس دردان اكو مس جوزي فتيحه بلا ما تغوي ذي صغار ناس قواسي عدان يمي حمله حملني مس مرزوق سميره كل شيء بان ظريفه. استاذ لديها ثقه في النفس، ثقه كبيره في النفس، يعني لاول مره تظهر امام الشاشه يعني يغني عونا نسبه لك سيلاركا سيتادير اغرباز سوا شولت دو كل نكن
مولاش توشلت العالي ذو غرفز العالي وديت فغاره والماذ يلعب اوتوماتيكمون سمي الشيخ الصغار يسلم الناس لا ندير المستوى نكوني اوني توبليجي ندير المستوى نمعاون فلاس ذهبيات فقد دكا نصيحه هذا مدة او كيما ولان بوراش يلاق الصروحون صغار فازن بوراونسن ورسعون العلاقه متينه يعني العلاقه يجهدن ذو غرفاز ذا الشيخ يوكن هاد معاونا هاد السفون الجيل يقرزن وثمورتنا غادي تظهر سوا شتاك خاطر بلا غرفاز بلا الخدمه التكامل يستند بالتكامل والاستلاره استلاره ثمورتي قارز صحيح. ونتمناو حبيتي كلمه باش نختموا نتصور غاس نسلام ضم قران سياقيسي الاستوديو النهار يمدني ثنية كنقارن كما قيل كاد المعلم أن يكون رسولا ظني كنيك دناندي الحديث العلماء ورثة الأنبياء معناه يسعن نفس شغل نفس القيمة يمي هدفهم إرشاد الناس وتوجيههم وتعليمهم إن شاء الله. تحية إلى كل أساتذة، إلى كل القائمين على المنظومة التربوية في الجزائر، تحية إلى كل التلاميذ اللي فازوا في امتحان شهادة التعليم المتوسط. أقدم فقط تهنئة خاصة للتلميذة مساوي صبرينا اللي تحصلت كذلك على شهادة التعليم المتوسط بتقدير جيد جدا بمعدل 16.56. هي مساوي صبرينا كذلك تلميذة ما شاء الله ممتازة. تحياتي ليك أستاذ، وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق والابنة تاعك. تحية ليك كذلك، نتمنى إن شاء الله نشوفوك إطار في الدولة الجزائرية. شكرا لك، موفقة إن شاء الله. شكرا كذلك وأني هذه التلميذة بدوري ممثل أولياء التلاميذ وأهني جميع التلاميذ وخاصة النجبة. إن شاء الله نهنيو أولياء التلاميذ كذلك أستاذ، لأنه طوال السنة يعني يعيشوا الضغط مع أبنائهم. تحية لكم، شكرا ويوم موفق. بارك الله فيك.